تكون بياع شاطر. بارت 9. اطمن، انا جايه النهارده عشان اقولك ان البيزنس بتاع حضرتك هيفشل بنسبه 90% لو عملت كده. البيزنس بتاعك هيفشل بمنتهى السهوله لو حضرتك اعتمدت ان انا عامله عشان خاطر اجيب فلوسه بس. كلنا عارفين، لا اله الا الله عارفه ان حضرتك عامل بيزنس اكيد عشان تكسب. بس لو انت نفسك الغايه بتاعتك اللي جواك ان انت عامل بيزنس علشان يجيلي فلوس وخلاص، صدقني مش هتعمق فيها. هيجيلك فلوس وهتكسب اللي انت عايزه، بس على مدى قصير، وبعد كده هتلاقي نفسك ما بقتش موجود على الساحه. فلازم تتعلم ان انت لو عايز تفتح بيزنس والبيزنس ده يدوم فتره طويله، ما يبقاش هدفك ان انا عايز اجيب فلوس من اي طريقه او باي اسلوب وباي تعامل مع الناس. لازم تحاول بقدر الامكان ان انت تعمل البيزنس ده عشان تكبر من دايرة معارفك، وعشان تقدم الخدمة اللي الناس عايزاها بحب، ان انت تبقى حابب الحاجة اللي انت بتقدمها، وبتبقى بتقدمها لهم عشان هم محتاجين خدمة، وانت عندك الخدمة دي فبتوفرها ليهم، مش عشان انت عايز تستغلهم ماديا وتاخد منهم الفلوس وبس. ودي بقى اخلاق البيع والشراء اللي هتمكنك ان انت اما تعلى في البيزنس بتاعك ويبقى ليك اسم معروف، اما ان انت مع الوقت